السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، وحشتوني جدا جدا. معاكم هالة حافظ ادمن جروب ماجيك هاند كرافت الاشغال اليدوية على الفيسبوك. والنهاردة معادنا مع فيديو يوم الثلاثاء. فيديو يوم الثلاث النهاردة هيبقى عن هدية من هدايا عيد الام، باننا قربنا جدا على عيد الام، فهنعمل ان شاء الله النهاردة مشروع شنطة تحفة. شنطة سهلة جدا ورخيصة جدا وسريعة جدا، ان شاء الله بإذن الله تعجبكم. لكن قبل ما نبتدي الفيديو، اللي اول مره تشوف قناتي يا ريت تشتركي في القناه وتفعلي الجرس بعلامه اول، واللي مشتركه في القناه تشوف الفيديو للاخر وتعمل لايك وشير للفيديو، واي تعليق اكتبوه لي تحت او اي سؤال وانا هجاوبك عليه. يلا بينا النهارده نشوف الخامات اللي احنا محتاجينها ايه. احنا محتاجين خامات بسيطه جدا جدا. انا عايزه اقول لكم الشنطه دي تتعمل بحاجتين اتنين، بالاتنين دول بس. كل الباقي ده ممكن نستعيض عنه. احنا محتاجين خيط مكرميه قطن مصري، اي لون بقى انت عايزاه، ما تفرقش معايا خالص. انا هختار اللون الازرق الجنس عشان هو لون عملي جدا، وبيبقى سهل قوي انك تلبسيه على اي حاجه. ومعايا كمان ابره مقاس 5 من ابر التيوليب. انا مش هحتاج حتى نص كيلو كله، انا كل اللي هاخده منه حوالي اقل من 300 جرام بالظبط لشنطه حجم محترم هتشوفيها في اخر الفيديو. انا هحط ايد جلد لان انا بحب الايد الجلد، دي ايد كروس. بس الايد دي انا هعملها تنفع كروس وتنفع ايد كتف، عشان كده انا خدتها هتقوم لي بدور الاتنين، لان حجم الشنطه ينفع على الوجهين. تمام. وانا بحب جدا اللوجو الميتال، فانا هاخد معاكم او هستعمل معاكم لوجو ذهبي بماركة مايكل كورس. وهستخدم 2 حلقة بس عشان اثبت فيهم الدراع. 2 حلقة نص دايرة بالشكل ده. اوكي. وهحط اللوجو بتاعي، هحطه جوه في البطانه. ومعانا طبعا المقص، ومعانا ابره التشطيب النهارده مهمه جدا. طيب النهارده بقى هنتوكل على الله ونبدا الشغل فورا. هنبعد الحاجات دي كلها ما عدا الخيط وما عدا الابره. يلا بينا كده. مقص والماركه كل حاجه هنبعدها عننا خالص، وهقرب لكم الكاميرا عشان نبتدي الشغل. يلا بينا نفك بقى الخيط شويه ونشوف هنشتغل هنعمل ايه. بصوا حبايبي، اول حاجه هنعملها هفتح الخيط بتاعي كده وهبتدي اعمل ايه، هبتدي اعمل الماجيك رينج. بس انا بفضل هنعملها دبل ماجيك رينج. اللي ما تعرفش الدبل ماجيك رينج، انا عملتها كتير قبل كده في الاميجرومي، لكن اللي مش متابعاني في الاميجرومي تشوفها كويس، لان دي بتعمل بتقفل اي وحده كويس قوي. فاحنا هنبتدي بدبل ماجيك رينج. بصوا كده بعملها ازاي. يلا بينا نقرب بقى سنه كده صغننه. يلا بينا. بعمل ايه؟ بحط الصباعين بتوعي كده، السبابه والوسطى بحطهم بالشكل ده، وبلف الخيط كده واروح عامله عليه مرتين بالعكس بالشكل ده. وابتدي ادخل الابره وهي مقلوبه على ظهرها، اقلب ايدي واقلب الابره، واروح داخله من النص، واروح سحبه الفتله الاخيره. وبعدين اطلع واعمل غرزه اسمها غرزه التأمين، دي ما بتتحسبش اي حاجه معايا. خلاص تمام. ابتدي اعمل ايه؟ عايزه اعمل في الدايره دي 12 عمود بلفه. بصوا حبايبي هقول لكم طريقه حلوه نعمل بيها العمدان. اول حاجه بوسع الفتله بتاعتي بالشكل ده، واروح نازله من قدام، واروح راجعه لورا واخده لفه وطالعه، وبعدين اروح قافله كده. دي بتخلي لي اول حاجه بدل السلاسل شكلها زي العمود بلفه بالظبط. هنكررها مع كل سطر وهنشوفها. دي بعتبرها عمود، وبعد كده ببتدي اعمل 11 عمود تانيين بلفه عاديين خالص. تمام. 3 4 5 6 7 8 9 10. حاسة دي واسعة سنة. تعالوا كده نعد احنا وصلنا لكام. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، يبقى اخر واحدة اللي جاية 12. يبقى انا عملت قيمة 12 عمود بلفة. هريح خيطي بس شوية كده عشان ما يفلتش. بصوا بقى،
الدبل ماجيك رينج بعمل فيها ايه عشان اقفلها؟ بصوا، انا عندي الديل اهو، مش ده الديل بتاعي، بشده. هتلاقوا الديل ده شد فتله من الفتلتين اهي، واحده مشدوده واحده مرخيه. هاخد اللي اتشدت واروح شدها اكتر، هي دي اللي بتقفل لي الدايره بتاعتي. بس بقى ايه، خلي عندك عافيه شويه عشان خيط ايه، هنا الخيط ما بيقطعش، ما تقلقيش، خيط المكرميه القطن خيط من الخيوط الشديده. اقفلي كويس قوي كده، وبعدين اروح شاده الديل بتاعي الاخير. هسيب ده لورا ماليش دعوه بيه خالص، وابتدي هاخد هنا العمود الاولاني اللي انا عملته دول، ده هاخد منه ايه، الفتلتين اللي فوق، واحده وادي من قدام وواحده من ورا، يعني اكني شغاله بالظبط ايه، فكره الثلاث سلاسل بالظبط. ادي واحده وادي التانية. انا بس عايزه اوسعها كده عشان تشوفوها اهي. بصوا بصوا الشكل اهي، يا رب تكون واضحه لكم كده، اقربها لكم كمان زياده اهي. تمام، واروح سحبه منزلق كده. انا قفلت ايه، انا قفلت الدور بتاعي اللي هو عباره عن ايه، 12 عمود بلفه. تعالوا بقى، انا عايزه اشتغل بين العمدان مش على راس العمود، فهشتغل منزلقه عشان اخش بين العمودين الجايين كده بالشكل ده. خلاص، يبقى انا اتنقلت بقيت بين العمودين. هبتدي ارتفع كده برضو بالغرزة بتاعتي، وهكرر اللي انا عملته، هبتدي بيه كده كل سطر عشان ما يدينيش شكل ان هنا في مكان الجوين او مكان ربط الدور. اروح داخله من ورا لفه، واخده لفه وطالعه، وبعدين اعمل كده. بقى عندي عمود، انا عايزه في نفس المكان ده بين اول عمودين عمود كمان، يبقى انا عندي عمودين بلفه بين كل عمودين. هوسع برضو لنفسي كده، وبين العمودين دول هشتغل برضو عمودين، يبقى انا هفضل اشتغل عمودين بين كل عمودين. تمام، هخلص الدور ده. بصوا الشكل، 2 2 2، مفيش اي فواصل، انا بس بين كل عمودين هخش في الفراغ. خلاص بالشكل ده اهو. هخلص وارجع لكم تاني. انا رجعت لكم تاني حبايبي. هقفل السطر برضو بنفس الطريقه، هوسع لنفسي كده، هاخد الاتنين لوب دول. انا عايزه اوريهم لكم بس كده بالابره اهو. ادي واحده وادي التانيه اهو، بصوا شايفينهم. انا هعدي من تحتيهم وهقفل السطر بتاعي بمنزلقه عادي جدا. ده الدور ايه، رقم 2. يبقى الدور الاولاني عملت 12، الدور اللي بعده ضعفت في الكل بس بين كل عمود والتاني. انا هنا واقفه فين، انا هنا واقفه، ركزوا بقى معايا كده، انا كده واقفه عند اول عمود انا عملته، وده تاني عمود. الاتنين دول طالعين من ايه، من الفراغ ده. انا عايزه اروح برضو بين العمودين، يعني بين العمودين دول ودول في الفراغ ده. ما ينفعش اشتغل وانا واقفه هنا، فلازم امشي بالمنزلقه. ادي واحد وادي 2 في الفراغ اللي انا هبقى فيه. خلاص، انا عايزه اقف بين العمودين، العمودين دول عاملين زي الفي اهم، انا عايزه اقف هنا او هنا، فانا اقرب لي ان انا اقف هنا. تمام تمام. طيب هعمل ايه، هرتفع وبرده هاجي من ورا، اخد العمود لفه عشان اعمل عمود. ادي كده ايه، اول عمود بتاعي. طيب وتاني عمود هعمله برده في نفس الفراغ. يبقى اول حاجه عملت عمودين في نفس الفراغ. طيب هل باخد سلاسل؟ لا. تعالوا للفراغ اللي بعده، هفوت عمودين واجي هنا هعمل زاويه. الزاويه دي عباره عن ايه، عمود واتنين واتنين سلسله، وفي نفس المكان عمودين كمان، واحد اتنين، يبقى انا هنا عملت زاويه. تمام تمام. تعالوا كده في اللي وراها، في الفراغ اللي وراه اهو سبت عمودين، هشتغل عمودين ايه، بلف. ادي واحد اتنين. طيب في اللي وراها عايزه اعمل زاويه زي دي، هسيب العمودين واعمل نفس الزاويه. ادي واحد عمود اتنين، عمودين بلفه اهم، واتنين سلسله، وفي نفس المكان عمودين بلفه تاني. يبقى معنى كده ان انا هفضل اكرر طول الوحده بتاعتي نفس القصه هي هي.
اللي هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن 2 عمود في فراغ وبعديه اعمل زاوية، 2 عمود في فراغ وبعديه اعمل زاوية. هخلص الدور وارجع لكم تاني. حبايبي انا رجعت لكم تاني، هقفل الدور. بصوا كده ابتدى يظهر الشكل ازاي، الشكل السداسي. نفس القصة اللي انا عملتها قبل كده، ان انا هاخد الفتلتين بتوعي، هما الفتلتين دول اللي هما الفتلتين اللي فوق دول، هما دول اللي انا هقفل فيهم الدور بتاعي. هقفله بايه؟ بغرزة منزلقة عادية جدا. طيب مهم قوي اعرف انا مكاني فين. بصوا دلوقتي ادي زاوية وزاوية وانا في الاتنين اللي في النص. انا لازم برضه اتحرك عشان لازم اشتغل برضه في الفراغات، انا مش عايزه اشتغل ابدا على راس العمود. فهنا انا هرحل نفسي بالشكل ده، عباره عن غرزه منزلقه وبعدين غرزه تانية منزلقه بالشكل ده، واجي هنا هقف. بصوا بقى السطر الجاي واللي بعده تكرار لهذا السطر بالظبط، مش هعمل حاجه غير ان انا هعمل ايه. بصوا كل زاويه عليها زاويه، وكل فراغ هعمل فيه 2 عمود. يبقى كل زاويه عليها زاويه وكل فراغ هعمل فيه 2 عمود. هعمل السطر ده واللي وراه، تمام، عشان اوصل لحجم الوحده بتاعي. ابتدي الدور بتاعي ان انا برفع الغرزه شويه بطول العمود وانزل من ورا، اخد لفه واطلع، وبعدين اخد الغرزه بتاعتي كالمعتاد، وبعدين هعمل عمود تاني في نفس الفراغ. بقى كده عندي عمودين. انا قلت اي فراغ هعمل فيه عمودين، قابلتني زاويه هعمل فيها زاويه، كل زاويه فيها زاويه، تمام. وبعدين 2 سلسله هم، وبعدين في نفس الفراغ هكمل الزاويه بتاعتي. خلاص كده تمام. طيب هنا فراغ وهنا فراغ هعمل فيهم 2 عمود، ادي 1 2، مره كمان 1 2، قابلتني ايه؟ زاويه هعمل فيها زاويه. تمام كده بالشكل ده. خلاص ده اول ضلع، هكرر في كل السطر وارجع لكم مره تانية. حبايبي هنا وصلت لاخر السطر، فاضل لي 2 هعملهم هنا، ادي عمود وادي التاني. هبتدي اشبك او اعمل جوين بالطريقه المعتاده في الاتنين لوب بتوع العمود اللي انا عملته بالطريقه بتاعتنا بالشكل ده. طيب عايزه ابتدي بقى السطر الجديد نفس الطريقه بالظبط. انا واقفه فين؟ انا واقفه هنا في اخر الفراغ، فلو عملت هنا هيبقى الشغل بتاعي مش حلو. فهعمل ايه؟ هتنقل باتنين منزلقه، ادي واحده والتانيه هتبقى في جوه الفراغ بتاعي بالشكل ده. هلاقي نفسي واقفه هنا نفس القصه بالظبط اللي انا عملتها، كل فراغ هعمل فيه 2 عمود ما عدا الزاويه هعمل فيها زاويه. يلا بينا يلا بينا. هبتدي اعمل ايه؟ اوسع لنفسي، اعمل السطر او الغرزه بتاعتي او العمود بتاعي اللي انا بعمله عشان يديني شكل العمود بلفه من غير ما اعمل فيه سلاسل. وبعد كده اشتغل العمود التاني اهو الفراغ، وبعد كده جاي لي هنا زاويه هشتغل فيها زاويه، وهكمل لغاية آخر السطر بنفس الطريقة. وبعدين هقول لكم هنعمل ايه مع بعض. موضوع سهل جدا جدا ينفع خالص، حتى لو انت اول مرة تمسكي ابرة هتعرفي تعملي معانا الشغل ده كويس قوي. بس تمشي على الخطوات بالظبط، تستخدمي نفس الخيط او اقرب خيط ليه، هيفرق معاكي جدا. ادي كده ايه؟ عمودين، هعمل هنا عمودين وبعدين هنا عمودين، وبعد كده هعمل ايه؟ هشتغل هنا في الزاوية، هشتغل زاوية. هخلص الشغل بتاعي اهو، انا رافعه لكم اهو عشان تبقى بالاضاءة احسن اهو اهو. كمان مرة، وبعدين هنا في عندنا الزاوية أهو. 1 2، وبعدين 2 سلسلة، وبعدين زاوية مرة تانية أهو.
شايفين الشكل واضح جدا ان شاء الله. اكمل السطر كله وارجع لكم تاني نشوف هنقفل الوحده بتاعتنا ازاي. طيب انا رجعت لكم تاني، انا خلصت الدور خالص. المفروض ده الدور الاخير. الدور الاخير لما اجي اقفله هقفله ازاي؟ مش هقفله بمنزلقه. ليه؟ لان انا هكرر الوحدات دي وهشبكها في بعضها، فلازم يكون عدد الغرز اللي فوق هنا متساويه. انا بجيب الابره وبسحب الخيط بتاعي بالشكل ده، اطلعه خالص وابتدي الضمه في اي ابره من ابر التشطيب اللي عندي. خليني مثلا اخد ابره تكون واسعه بالشكل ده كده. وبصوا لي بقى، بصوا لي كويس قوي. شايفين العمود الاولاني اللي انا بعمله عن طريق اللفه ده؟ ماليش دعوه بيه. هاخد راس العمود التاني وهخش فيها كده من تحت الاتنين لوب اهو، وهطلع وهرجع اخش تاني في راس العمود اللي انا لسه طالعه منه اللي هو العمود الاخير، وابتدي اشد. بصوا كده اهي. تمام، يا رب تكون واضحه. وابتدي اخش من ورا واعمل عقده اول مره بس، وبعد كده بمشي شغلي عادي خالص في الغرز الخلفيه. تمام، يعني بشطب الخيط بتاعي بالشكل ده، وبعدين اشطب كمان الخيط الاولاني بتاع الماجيك رينج وهرجع لكم حالا. بصوا حبايبي، انا كده شطبت الوحده بتاعتي، وبصوا بالشكل اللي انا قفلت بيه ده استحاله تعرفي انت باديه منين وقافله منين من الوحده خالص اهو. يا رب تكون واضحه لكم كده. تمام، الوحده دي انا هشتغل منها كام واحده؟ هشتغل منها 7 وحدات بنفس الحجم بنفس عدد السطور، وهوريكم دلوقتي الوزن بتاعها واخد كام بالظبط. وهشتغل كمان 6 وحدات وارجع لكم تاني. انا رجعت لكم تاني بعد ما خلصت ال7 وحدات وحطيتهم لكم على الميزان. بصوا الميزان اهو 268 جرام. هي دي الشنطه، يعني اساسا حتى مش هنكمل ال 300 جرام. تمام، تعالوا نشوف بقى هنشبك الوحدات دي ازاي مع بعض. يلا بينا. بصوا بقى حبايبي، هناخد 7 وحدات، هنحط وحدة في وش وحدة، ظهر مقابل الظهر بالشكل ده. تمام تمام، وبعدين هجيب أول وحدة عندي كده، وبعدين تاني وحدة بالشكل ده، وبعدين الناحية التانية، تالتة، أحط آخر واحدة معايا كده. هقفل الشنطة بالشكل ده في بعض، كل قطعة هقفلها مع بعض بالشكل ده، هتديني الشنطة اهو من قدام ومن ورا. طيب اقفل الوحدات مع بعضها ازاي؟ عندي 3 طرق مختلفة انا قلتهم لكم قبل كده وهقولهم تاني. اول طريقة وهي طريقة ان انا هشيل بقى دول كلهم كده واوريكم مع اول وحدة مع التانية. انا عايزة اقفل الزاوية دي في دي. بعمل ايه؟ بجيب الخيط بتاعي. بصوا، اول طريقه بالابره والفتله، بابره التابستري والفتله واقعد اشتغل. لكن انا الطريقه دي ما بحبهاش ابدا لما باجي اقفل قطعه وتكون التقفيل ظاهر. الطريقتين الحلوين هما الطريقه اللي انا قلتها لكم قبل كده في طريقه تقفيل بوك الفكه لو فاكرينه، ان انا باخد اللوب اللي هنا، هقرب لكم بس سنه كده، باخد اللوب ديت ومع دي كل واحده مع اللي قصادها، وبعمل منزلقات من فوق. ازاي كده؟ اسحب الخيط بتاعي بالشكل ده، سيب الفتله القصيره وابتدي اخد اول واحده من اليمين وتاني واحده من الشمال اهو، واروح سحب الفتله بتاعتي واطلع من كله مره كمان اهو، غرزه اللي وراها وقصادها غرزه اللي وراها، وابتدي اسحب الشغل بتاعي بالشكل كده. دي
وادي دي واطلع بالشكل ده كمان مرة. ادي غرزة، ادي اللي قصادها اهم حاجة الخيط بتاعي من تحت، وبعدين اقفل. بصوا يا جماعة الطريقة دي بتدي شكل حلو جدا في التقفيل، وبتديكي اكن في غرزة سلسلة فوق الشغل. طب والطريقة اللي بعد كده ان انا اقفلها بالمنزلقات من ورا من الظهر، هوريها لكم برضو حالا. هقفل الوحدات كلها بالطريقة اللي انا وريتها لكم في الاول، اللي هي الشكل الايه السداسي اهي. خلينا بس نخلص دي الاول كده. بصوا بصوا الشكل عامل ازاي اهو كده. طيب الطريقة دي حلوة جميلة جدا. طيب واللي صعب عليه الطريقة دي يعمل ايه؟ ولا اي حاجة. هتجيبي الوحدتين تروحي حطاهم في وش بعض، وتبتدي تلقطي بغرزة المنزلقة. هما نفس الغرزتين اهم، هاخدهم بس هعملهم منزلقة من الظهر. ادي الباكلوب والباكلوب واخدهم كده. هوريكم شكلهم من الوش برضو حلوة جدا وجميلة جدا. باكلوب مع الباكلوب سهلة قوي. هقفل كل الشغل بتاعي وهرجع لكم، بس قبل ما ارجع لكم لازم اقول لكم ملحوظة مهمة جدا جدا جدا. خلاص اوريكم بس الناحية دي وهي متقفلة بالطريقة التالتة اللي هي طريقة المنزلقة من خلف الشغل، وبعدين اقول لكم الملحوظة واروح اقفل الوحدات كلها في بعض بالطريقة اللي احنا اتفقنا عليها. طيب بصوا كده، ده شكل التقفيل من ورا اهو بالمنزلقات. لما اجي افتحها كده الوش في الوش بالشكل ده، بصوا التقفيله دي كمان جميله جدا جدا. بصوا عطياني سطر غاير هنا حلو قوي 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 اهو الشكل بتاعي اهو. دي اول وحده اتركبت مع التانية اهو من هنا، وبعد كده هجيب اللي وراها بالشكل ده كده، وهكذا لغايه ما اكمل تركيب الشنطه بالكامل. طيب قبل ما امشي اروح اكمل التقفيل وارجع لكم تاني. هقول لكم الملحوظه المهمه. الشنطه دي في ناس ممكن تبطنها وفي ناس ممكن ما تبطنهاش. انتوا عارفين ان انا دايما بحب ابطن الشنط. عندي طريقتين لتبطين الشنطه دي. في حاجه لو انا عايزه طريقه لو انا عايزه ابطنها لازم ابطنها في اللحظه اللي انا واقف فيها معاكم دلوقتي، وفي طريقه تانية لما انا اخلص تقفيل الشنطه في بعضها. طيب خلينا نشوف الطريقه لو انا هقفلها دلوقتي هعمل ايه. بصوا كده، ده حبايبي القماش اللي انا بحب ابطن بيه اللي هو قماش القطيفه. قماش القطيفه بالشكل ده بيبقى ظهره لامع كده ومن قدام بصوا خامه متينه محترمه. طيب لو انا عايزه اقفل دلوقتي بعمل ايه؟ قبل ما اقفل الوحدات في بعضها خالص هقص على كل وحده حجمها واسيب سنتي بس، وابتدي اقفل الوحده باللقط. يعني هبطن وحده وحده قبل ما اشبكهم في بعض. الطريقة دي سهلة عشان سبب واحد او سببين. السبب الاولاني ان الناس اللي ما بتعرفش تركب بطانة خالص، والناس التانية اللي هي عندها مشكلة في تركيب السوستة بتاعة البطانة وخياطة البطانة وما عندهاش مكنة. بصوا يعني حل سحري بصراحة بالنسبة للناس اللي ما عندهاش فكرة عن تركيب البطانة أو بتستثقلها، أو الناس اللي ما بتعرفش تقص قوي، اللي ما بتعرفش تركب على المكنة. تمام تمام. بقص الشكل بتاعي نفس الشكل السداسي كده زي ما احنا شايفين بالظبط. بعمله بالماركر بتاعي، وبعد كده بعد ما اعمله بالماركر بقصه، وبعد كده بسجف من الظهر بالشكل ده كده. القط بالإبرة والفتلة بالشكل ده، تبقى كل واحدة متبطنة هتسهل لك جدا موضوع البطانة. لكن بما ان انتوا عارفين ان انا بحب جدا موضوع البطانات ده عكس ناس كتير، فانا هعمل البطانة بعد ما اخلص التركيب خالص. تمام. وخلي بالكوا الشكل ده من الاشكال الصعبة ان يتعمل لها بطانة في الاخر، فالناس اللي هتحس ان الدنيا صعبة عليها اتمنى انها في المرحلة دي تخلص البطانة بالطريقة اللي انا قلت لكم عليها حالا. تمام.
هخلص تركيب الشنطه وارجع لكم تاني. حبايبي انا رجعت لكم تاني بعد ما شبكت الوحدات كلها ببعض زي ما احنا شايفينها كده، بقت الشكل ده من قدام ومن ورا. ناقص ان انا افنش القطعه بتاعتي ونركب لها البطانه. بصوا حبايبي، اول حاجه انا بدخل، عايزه اسجف هنا بغرزه حشو، فهدخل الابره بتاعتي كده واعمل غرزه بدايه وابتدي ادفن معايا بقيه الخيط. هشتغل غرزه حشو بالشكل ده في كل غرزه غرزه، ما عدا الزوايا هنشوف هنعملها ازاي. يلا حبايبي بشتغل كده على كامل الغرزه بتاعتي. انا مش عايزه بقى هنا اقرب لكم، انا بشتغل غرزه حشو على الاطراف، ما بعملش اي حاجه. هوريكم بس زاويه واحده وبعدين نشوف هنعمل ايه بعد كده عشان نعرف شكل الشنطه يطلع الفينش بتاعها رائع ازاي. هناخد الحاجه كده بالترتيب واحنا شغالين. يبقى اول حاجه ان انا بسجف الجزء اللي فوق بتاع الشنطه بعد ما شبكت الوحدات في بعضها بشكل مرتب وشكل حلو ابقى راضيه عنه. الجزء ده كده خليه ورا. بصوا بقى، انا جيت هنا على الجزء ده بدخل اخر غرزه اهو، غرزه حشو. تمام، الجزء ده انا خلاص هقصه مش مشكله. بصوا بقى، اقرب لكم بس في الحته دي عشان تشوفوني كويس. بصوا حبايبي، هنا دي الزاويه بتاعتي، الزاويه بتاعت الوحده دي والوحده دي. بعمل ايه؟ بخش هنا وبعد كده بخش من غير ما اكمل الغرزه، بخش هنا من غير ما اكمل الغرزه واروح واخداهم الاتنين مع بعض. ليه انا بعمل كده؟ عشان اضم الوحدتين، ما الحته دي ما توسعش معايا. هكمل واوريكم الناحيه التانيه برضو بنفس الطريقه عشان نبقى كررناها مرتين، هتدينا شكل متين جدا جدا. احنا عايزين الشنطه تبقى استخدامها قوي ومتين. يلا بينا. كل غرزة غرزة واحدة بس. يلا بينا. تمام كده. اجي انا للزاويتين اهو، اخش هنا مرة وبعد كده اخش هنا مرة واروح ضمه الاتنين مع بعض عشان الجزء ده كده يبقى ممسوك معايا. وهكمل على كل غرزة غرزة. هخلص وارجع لكم هنا تاني ان شاء الله تشوفوني عشان نعمل الغرزة الجديدة او باقي الشغل. كده حبايبي خلصت، رجعت لكم تاني بعد ما خلصت عملت غرزة حشو على داير ما يدور الشنطة من فوق. تمام تمام. طيب هنا عندي اختيارين، يا اما نعمل الغرزة البارزة اللي انا عاملاها على الوحدة السداسية اللي في النص دي اهي، يا اما تعملي غرزه منزلقه. بس اهم حاجه، احنا ليه بنعمل غرزه هنا؟ الغرزه دي عشان نمتن بيها الجزء اللي فوق ما يمطش معايا. هو جزء ضيق صحيح لكن انا مش عايزاه يمط معايا. عايزه تعمليه منزلقه تمام، عايزه تعملي الغرزه اللي انا عاملاها دي غرزه ظريفه جدا هتعجبكم. يلا بينا نشوفها بتتعمل ازاي. غرزه سهله وجميله جدا. اول حاجه انا بقفل السطر اللي انا فيه بغرزه منزلقه. تمام. بعد كده اخد لفه على الابره، اخد لفه على الابره وانزل بعمل نص عمود في اللي وراها منزلقه، بعديها نص عمود. افضل ابادل بين المنزلقه والنص عمود، هتديني فستونه حلوه قوي وتدي شكل جميل جدا للشنطه من فوق. انا حباها جدا افضل من غرزه المنزلقه لوحدها لانها بتدي شكل وبتدي رونق للشنطه. بصوا كده، بصوا فستنالي الجزء ده بشكل لطيف قوي ورقيق ما فيهوش اي حاجه. هكمل داير ما يدور الشغل الجزء ده كله وارجع لكم تاني نشوف هنعمل ايه. انا رجعت لكم تاني بعد ما خلصت التسجيفه اللي احنا قلنا عليها، شكلها حلو قوي 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 وعامله شغل حلو قوي في الشنطه. بصوا كده، هقفل الدور ده بمنزلقه او اقفله بالطريقه المعتاده اللي احنا بنحب نقفل بيها اخر سطر دايما. بصوا ان انا بفلت الخيط كده بالشكل ده وباخده بحطه في ابره تشطيب وابتدي اقفل في اخر غرزه زي ما احنا متعودين. بخش في اللوب الاخير وبعدين برجع اخش في نص اللوب الاول وبرجع شد واقفل الخيط بتاعي من ورا زي ما احنا واخدين على كده اهو. تمام اهو. وبعدين اقفل عادي خالص.
بصوا حبايبي، دلوقتي احنا هنبتدي نعمل حاجتين ورا بعض، اللي هما ايه؟ ان احنا نركب اللوجو ونقص البطانة. بصوا انا هفنش بس الخيط كده عشان ما يفلتش خالص مننا. تمام، وبعدين هقص. تمام. بصوا بقى هنا حبايبي، اختاري الاول اختاري الشكل اللي عاجبك، يبقى وش الشنطة او واجهة الشنطة. الوش ده او ده اللي يريحك هو اللي تختاريه. بصوا انا شايفه والله الاتنين مش يفرقوش قوي بالنسبه لي، بس تمام انا ممكن اخد ده هو واجهه الشنطه. انا عايزه اركب اللوجو اللي هو بتاع مايكل كورس. هدخله في النص بالظبط كده، في نص الوحده، وهقلب الشغل بتاعي كده، واروح حاطه الجزئيه المعدن دي، وهقفل عليها يا اما لبره يا اما لجوه، مش هيفرق معايا حاجه، ان ده لوجو ما فيهوش مشكله خالص. تمام. تمام كده، اهو كده ركبت اللوجو بتاعي خلاص. ده اول حاجه انا هعملها. طيب تاني حاجه انا هعملها ايه؟ انا بقى عايزه اقص البطانه. بصوا حبايبي، انا قلت لكم ان انا بحب ابطن الشنط في المعتاد. انا هعمل بطانه سهله جدا، مفيش اي حاجه، عشان ما تقوليش ايه انت ما بتعمليش البطانه. اهو انا جبت قماشه من القطيفه وتنتها على 2، الجزء ده متني، وجبت الشنطه وهي بشكلها ده زي ما هو. الحرف ده عشان متني فانا لزقته كده، مشيته بالظبط على الايه، على الشنطه. وبعدين الجزء الباقي كله سايبه زياده حوالي سنتي او سنتي ونص. هو ده كل اللي انا عملته. قصيت الكلام ده بالمقص، وهعمل ايه؟ هاجي بالقلم وهبتدي اعلم مكان ما انا هخيط عشان امشي بالمكنه. بصوا بقى، اللي عايزه تعمل جيب براحتها، احنا قلنا قبل كده طرق الجيب. اللي عايزه تعمل براحتها، اللي مش عايزه تعمل برضو براحتها. تمام، بالشكل ده خلاص. واروح جايبه المكنه او بايدك زي ما انت عايزه. كل اللي انا معلمه عليه ده هتمشي عليه بالمكنه، خط مكنه كده وخط مكنه كده، وهنقلب البطانه او اوريها لكم من الناحيه التانيه، او هنشتغل على طول، لان طبعا انا محتاجه ادخل البطانه كده. تمام. تمام. هعملها على المكنه، عشان انتوا عارفين انا ما بحبش قوي الخياطه اليدوي. هعملها على المكنه وهرجع لكم مره تانية عشان نفنش الشنطه مع بعض ونركب الايد بتاعتها. حبايبي انا رجعت لكم تاني بعد ما خلصت البطانه، هوريها لكم حالا. لكن في خطوه هنعملها قبل ما نقفل البطانه. نعمل ايه؟ هنركب الحلقات بتاعت الاجناب دي، عشان لما نركب البطانه ما يفضلش اي حاجه خالص محتاجين نركبها ومش عايزينها تبان. تمام. طيب الحلقات دي لما اجي اركبها، بصوا شايفين الفستونه اللي هنا دي انا هركب تحتها بالظبط كده. طيب بصوا حبايبي، لو انت عايزه تمتني شغلك قوي وما يبقاش في حمل كبير على الشنطه، ممكن تقطعي حته فوم او حته شبك وتحطيها من تحت، عشان وانت بتخيطي يبقى الجزء ده متين 100%. شوف هنعمله ازاي. انا هنا على فكره اقدر اعمل عقده مفيش مشكله خالص، لان مفيش حاجه من دي هتبان، بس انا محتاجه الشغل بتاعي يكون متين. بصوا كده، انا هقرب لكم خالص عشان تشوفوني كويس. بصوا، دي حته الفوم ودي الفستونه اللي انا هركب فيها، هحطها من تحت كده بالشكل ده، ما تخافوش مش هتبان ولا اي حاجه. وبعدين هدخل الابره بتاعتي بالشكل ده وانا عامله عقده، وبعدين هعلق بالنسبه لي الحلقه وابتدي اشتغل فوق الحلقة بالشكل ده. هفضل اشتغل رايح جاي لغاية ما احس ان الحلقة متمتنة تمام. وخلي بالي موضوع الفوم ده انا عايزاكوا تعتمدوه في كل شغل الجناب. ليه؟
بيعمل متانة وما بيديش حمل على الشغل. انا مش عايزاكي تحملي على الشنطة نفسها، انا عايزاكي تحملي على الجزء بتاع الفوم او الشبك. هبتدي اشتغل بالشكل ده كده، واثبت رايح جاي في نفس المكان اللي هو بتاع الفستونة بتاعت الزاوية. وما تخافيش، مفيش حاجة هتبان خالص، بس الشبك او الفوم هيمتن لي الجزء ده تمام. خلاص، وهتحسي ان في حاجه شايله الشنطه معاكي. بصوا القوه هتديكي قوه كبيره جدا. كده انا خلصت الناحيه دي، هعمل الناحيه التانية زيها بالظبط واوريكم ازاي هنركب البطانه. حبايبي انا رجعت لكم تاني بعد ما ركبت الجنبين زي ما احنا اتفقنا، ووريتكم بالظبط هنعملهم ازاي وليه حطيت الفوم من جوه عشان يمتنها. طيب تعالوا بقى نشوف البطانه. انا خيطت البطانه، انا عملتها بالظبط زي ما انا قلت لكم، بس انتوا عارفين ان انا بحب اركب جيوب، فانا ركبت جيب سوسته اهو، وجيب تاني للموبايل. تمام، دلوقتي هنركبهم جوه الشنطه ونشوف الشكل هنعمله ازاي. بصوا حبايبي، السوسته دايما بتبقى ناحيه ظهر الشنطه، والجيب بتاع الموبايل بيبقى من قدام. كل اللي انا هعمله هتني البطانه كده وادخلها وابيتها جوه الشنطه بتاعتي بالشكل ده، واروح مدخله فتحاها ومدخله ايدي مبيتاها كويس قوي من كل الزوايا بتاعتها بالشكل ده. تمام كده، اهو، يا رب يكون شكلها واضح. تمام. طيب تعالوا بقى نثبت البطانه مع بعض. هنثبتها ازاي؟ بريح البطانه جوه كده واجيب الدبابيس وابتدي ادبس البطانه. خلي بالي الخياطه بتبقى هنا بالظبط عند الجزء، خياطه الجنب عند الجزء بتاع الجنش او الحلقه اللي انا مركباها اهو. دي تريح لي الاول اظبط الجنبين، الجنب اليمين والجنب الشمال اظبطهم كويس جدا الاول، وبعدين اريح باقي البطان. هتشوفوا كده بالظبط الشكل كده هتلاقوها مظبوطه جدا. طبعا يا جماعه ان شاء الله انا زي ما وعدتكم هعمل كورس مخصوص للشنط بطريقه التدعيم وعمايل البطانه زي ما اتفقنا بالظبط. ان شاء الله انتظروه قريب جدا جدا. يلا بينا نكمل بقيه التثبيت بالشكل ده اهوت، وكمان هنا. هكمل تريح الشنطة تاني واتأكد ان كل حاجة في مكانها. بصوا شكل الشنطة من جوه، مش عارفة الإضاءة كده جايبالكوا الشكل ولا لأ اهو. بصوا ده الشكل المثالي للبطانة. انا مش عايزة اي زيادات في البطانة، عايزة البطانة تكون ماسكة نفسها متحضنة كويس قوي جوه الشنطة، يعني بايتة جوه الشنطة كويس. غلط جدا يا جماعة ان انا ابقى سايبة زيادات في البطانة، ده مش صح. تمام، ده الشكل كده. طبعا عايزة تحطي لوجو حطي لوجو بتاعك براحتك، عايزة تحطي كبسونة حطي كبسونة هنا بالشكل ده كده براحتك. تمام، وهنلقط الجزء ده داير ما يدور. طبعا اللقط يا جماعه ما فيهوش حاجه عشان الفيديو بتاعنا ده كان دسم جدا وكان طويل. هجيب الايد بتاعتي بالشكل ده وهركبها في الجنشات بتاعت الشنطه بمنتهى السهوله كده وكده. بصوا حبايبي انا ليه عملت الايد تكون طويله كده؟ انا حبيتها لما تحبي تلبسيها كروس تقدري تلبسيها كروس، عايزه تلبسيها كتف تروحي محركه الجرار بتاع الايد وتلبسيها كتف.
تمام. عايزه زي ما قلت لك، عايزه تحطي اللوجو بتاعك حطيه، عايزه تحطي كبسونه حطيها براحتك زي ما انت عايزه. انا بس حبيت افرجكم شكل البطانه من جوه. يا رب يكون الفيديو حلو وسهل عليكم، وان شاء الله تنفذوه بسهوله، ويكون يعني بدايه خير لمشاريع عيد الام باذن الله. اي سؤال سيبهولي تحت الفيديو وانا معاكم باذن الله يا حبايبي، هرد عليه. يلا سلام عليكم.